أنا يهمني قوي إن الشباب يتابع هذه المحاكمات، لأنه الثقة المفرطة في هذه القيادات اللي أنا أصلا صديق لهم من قديم وأعرف أنهم ليسوا أهلا لهذه الثقة، للأسف الشديد أنهم أقاموا على أنفسهم حجج كثيرة جدا أنهم ليسوا أهلا للثقة. وأنا هقول يعني من الحاجات اللي هتبان في المحاكمات أنه كيف تعدي على المال العام، ومش بس المال العام اللي ممكن التكلم حوله، لا، الأوقاف الخيرية التي لا يمكن أن تنفك عما أوقفت له. بواسطة وزير الأوقاف السابق غيرت أسمائها ودلس عليها وامتلكها ناس من القيادات الإخوانية. أنا قدامي مثلا وقعة محددة إن فيه وقف محدد في أمام قسم شبرا، هذا الوقف الخيري اللي هو وقف الأمير حسن عزبان الخيري المخصص للطريقة البكرية. اعتبر ده بلاغ للنائب العام الآن يدور في المشكلة. طب خلينا نقول اسم الوقف تاني. الوقف اسمه الأمير حسن عزبان الخيري، مخصص لطريقة السادة البكريين. كيف استولى عليه محمد البلتاجي وأصبح ملكا له، مع أن ده وقف خيري. خد بالك أن في وقف عام بيسموه وقف يعني محدد لزمن يعود للورثة بعد انتهاء هذا الزمن. تمام. وفي وقف خيري ده موقوف طول عمره لهذا الصرف، لا ينفك عنه، محدش يقدر ياخده. كيف القضية الأخطر فيما يخص وزارة الآثار المصرية، المعبد اليهودي في مصر الجديدة في منطقة الكربة، كيف وصل إلى كيف بيع هذا المعبد ليد واحد من الإخوان؟ برضه دي مشكلة تخص المعبد إيه تاني؟ المعبد اليهودي في المعبد في اليهودي في الكربة. تمام. وإن كان الإخواني ده سوري ككفر، لكن أصلا هو المفروض لا يباع. هذا المعبد أثر من آثار مصر. هو صحيح مغلق من فترة طويلة. طيب يعني أتمنى من السيد النائب العام أنه يبحث في هذه يبحث في أوراق هاتين القضيتين. وقف الأمير حسن عزبان الخيري المخصص للسادة البكريين. تمام. طريقة السادة البكريين ده استولى عليه محمد البلتاجي وقت حكم الإخوان وآخرين. والمعبد اليهودي في الكربة. في منطقة أتمنى أن يتم التحقيق في الوقفين دول أو في الوقف وفي المعبد، لأنه دي نقطة شديدة الخطورة اللي حضرتك بتشير إليها.